احنا المرة اللي فاتت قرينا الأبعاد. لو عرفت تقرا الأبعاد كويس هتعرف تستنتج كويس وتعرف تنقل الرسمة كويس. أول حاجة هنتكلم عليها بعد ما قرينا الأبعاد إزاي تنقل المسقطين المعلومين دول في ورقة الإجابة. لو الامتحان جاي سؤال واحد بس مسقطين والتاني وأنت عرفت تنقل المسقطين اللي موجودين دول عندك في ورقة الإجابة صح، نجحت في الامتحان حتى لو ما رسمتش ده. يعني ان انا انقل دول في ورقه الاجابه زي ما هم كده بالابعاد مظبوط نقلتهم صح، نجحت في الامتحان ده لو ما عرفتش اجيب الجنب. لكن احنا بنتعلم رسم لازم نجيب الجنب. بس انا بقول لك قد ايه مهم ان انا اعرف انقل المسقطين دول في ورقه الاجابه. ايه هي خطوات نقل الابعاد لورقه الاجابه او للوحه الرسم؟ لو انا عندي لوحه الرسم بتاعتي مثلا بالشكل ده، الحته دي مثلا لوحه رسم اهي. لوحه الرسم دي او ورقه الرسم ديت انا المفروض اول حاجه بعملها ببروزها سنتي من كل ناحيه. المفروض ان انا ارسم فيها الثلاث مساقط بتوع الرسمه ده. انا عندي هنا مسقطين اتنين بس، يعني عندي ابعاد المسقطين اتنين بس. ازاي باخد ديت احطها هنا؟ اول حاجه احنا اتكلمنا عنها قبل كده ان انا بقسم اللوحه. بقسم اللوحه عشان لما اجي ارسم المستطيلات هنا او الثلاث مساقط هنا يبقى المسافات بينهم متناسقه او متساويه. يبقى انا عشان ارسم الثلاث مساقط في لوحه الرسم بشكل متناسق، يعني مثلا هنا المسقط الرأسي تحتيه يبقى مسقط الأفقي، جنبه يبقى مسقط الجنبي. المفروض انا اخلي المسافات دي قد بعض والمسافات اللي فوق دي قد بعض. تمام كده؟ بعمل عمليه حسابيه. عشان اعمل العمليه الحسابيه دي لازم اعرف الابعاد او الثلاث مستطيلات دول ابعادهم عاملين ازاي. بقوم جاي كده على ظهر ورقه الاسئله او في نفس ورقه الرسم كده على جنب، قوم اعمل رسمه كروكي كده صغيره، اعمل مستطيل كده كروكي كده، وقوم جاي هنا حاطط مستطيل كده اللي هو المسقط الرأسي، ومستطيل كده اللي هو المسقط الافقي، ومستطيل كده اللي هو المسقط الجنبي. رسمه كروكي كده للايديا عشان احط عليها ابعاد المساقط. وابدا ابص على الرسمه دي، انا المسقط الجنبي مش موجود، انا عندي الراس والافق. ابص على المسقط الرأسي ده واجيب البعد بتاعه، اقصى بعد من اول هنا لغايه هنا كام؟ اتكلمت المره اللي فاتت على الكلام ده بس هنقوله بسرعه. لو انا اجي ابص على المسقط ده من هنا لهنا كده مفيش ابعاد مكتوبه، طب انزل تحت ابص الاقي عندي في هنا من هنا لهنا كام؟ 70 ومن هنا لهنا كام؟ طيب الحته الصغيره دي قد ايه؟ يقول لي نص القوس 10 يبقى دي 10، يبقى من اول هنا لغايه هنا دي كلها كام؟ معايا ولا مش معايا؟ طب ما تركز معايا تاني. من المحور ده للمحور ده مكتوب كام؟ انا عاوز اعرف الحته الصغيره اللي ناقصه دي. القوس ده من هنا لهنا كام؟ 10. يعني من اول هنا لغايه هنا دي كلها كام؟ 80. الناحيه الثانيه من هنا لهنا كام؟ 58. طب الحته دي موجود البعد بتاعها موجود فوق اهو. كام دي؟ 22 زائد 58 80 برضه، يبقى 80 و80 كام؟ 160. يبقى المسقط ده من اول هنا لغايه هنا 180 160، واكيد ده بيبقى نفس الطول ده بالظبط، يبقى ده برضه بقى 160. طب المسقط الرأسي طوله كده كام؟ مكتوبه هنا كام؟ 20. وبقيه الحته اللي فوق دي مكتوبه كام؟ 40. يبقى دي بقى كام؟ 60. صح كده؟ المسقط الافقي من هنا لهنا كام؟ مكتوبه من اول هنا لغايه هنا مكتوبه ولا لا؟ بص كويس. 60. بص كويس، دور على ده. ال 60 دي بتاعت ايه؟ بتاعت اخر الدايره دي. بص على البعد من اول هنا لغايه هنا. طب من اول هنا لغايه هنا هي 70. 70. شفت انا البحرات دي انت شفتها ازاي؟ لازم عينك تشتغل شويه. تمام كده؟ يعني يبقى المسافه دي هتبقى 70.
خلاص انا عرفت ابعاد المسقط ده والمسقط ده. المسقط الجنبي بيجي منين؟ الطول ده بيبقى هو الطول ده. يعني دي هتبقى كام؟ 70. ها؟ ده بيبقى نفس الطول ده، يبقى دي هتبقى كام؟ هي دي كام طيب؟ 60. يبقى دي كام؟ 60. والمسقط ده بيجي من هنا. يبقى البعد ده كام؟ بيجي من هنا. مش مكتوب ده ولا ايه؟ 70. 70. يبقى البعد ده كام؟ 70. 70. يبقى انا عرفت الثلاث مستطيلات دول ابعادهم كام. يبقى انا عشان ارسم اي رسمه في الدنيا لازم احط الرسمه الصغيره ديت، ارسم ثلاث مستطيلات كده واحط عليها الابعاد، والمسقط المجهول بجيبه من المسقطين المعلومين. تمام؟ محتاج ابدا ارسم بقى الثلاث مساقط عندي في اللوحه دي. عشان ارسمهم احط الثلاث مستطيلات. هقول لك بقى يعني ايه. يبقى انا النهارده عشان ارسم اي رسمه في لوحه الرسمه ديت لازم اطلع كده على جنب الابعاد بتاع الايه؟ الثلاث مساقط. انا عشان ارسم الثلاث مستطيلات اللي انا جبت ابعادهم هنا في اللوحه دي، لو انا عندي لوحه رسم مثلا زي دي مقاسها كبير برصها سم في كل ناحيه، وفي لوحه ثانيه مقاسها صغير بالشكل ده. اللوحتين دول الابعاد دي ممكن تترسم فيها. اكيد لو انا حطيت الثلاث مساقط هنا في الرسمه دي او في اللوحه دي او في اللوحه دي، هتلاقي اكيد تقسيم اللوحه هيختلف. يعني المسافات هتختلف. يعني ايه؟ اوضحها لك اكتر. اللوحه دي واللوحه دي مقاسهم مختلف. تعالى لو كده مش شايف مقاسهم مختلف. لو انا دول عندي الثلاث مساقط هم اللي هم زي اللي هم موجودين بالظبط. ده مسقط افقي، وده مسقط راسي، وده مسقط جانبي. الثلاث مستطيلات دول انا حطيتهم بالشكل ده. انت شايف الوضع بتاع الثلاث مستطيلات دول متناسق مع حجم اللوحه؟ بمعنى الحته دي قد الحته دي قد الحته دي، ولا عظمه الزبط؟ المسافه من هنا لهنا هي من هنا لهنا، صح كده؟ انا عايز اخليهم بشكل متناسق الى حد ما. هعمل ايه؟ هزحزح ده كده شويه، صح كده؟ واقوم مزحزح ده كده شويه، وده ايه ده كده برضو هنا دي صغيره وهنا كبيره، صح؟ ومنزل ده كده شويه. ابدا اظبط كده بعينيا اللي يكون الثلاث مستطيلات تلاقي المسافات هنا تقريبا قد بعض، بس مش بعينك، ده بالمقاسات. طيب تفتكر المسافه من هنا لهنا كم سنتي تقريبا؟ بالنظر كده تقريبا 5 7، صح كده؟ طب انا خدت الثلاث مستطيلات دول، اللوحه دي كبيره، حطيتهم في اللوحه الصغيره دي، رحت واخد كده الثلاث مستطيلات دول حطيتهم هنا. الورقه دي صغيره عن الورقه دي، صح كده؟ لما اجي احط الثلاث مستطيلات بالشكل ده واحاول برضه انسق كده المسافات، هم الثلاث مستطيلات نفعوا يترسموا هنا ولا لا؟ نفعوا، بس دي لوحه صغيره ودي لوحه ايه؟ كبيره. طب تفتكر المسافه من هنا هي اللي كانت موجوده هنا؟ لا، صح كده؟ يبقى انا على حسب لوحه الرسم ببدا اقسم اللوحه بتاعتي. تمام كده؟ طيب انا عشان اقسم اللوحه بتاعتي لازم اقيس بعد ما بروزت اللوحه دي، اشوف من اول هنا لغايه هنا كام، واشوف من اول هنا لغايه هنا كام. تعال نعمل الكلام ده بقى على السبوره ونشوف هنرسمها ازاي. انا النهارده عشان ارسم اي رسمه لازم ارسم الرسمه الكروكي دي اللي عباره عن ثلاث مستطيلات فيها الابعاد بتاع الثلاث مستطيلات اللي انا هرسمهم هنا. لما بصيت على الرسمه الرئيسيه طلعت المقاس مع المسقط الراسي كده 160 وكده 60. زي ما اتفقنا تملي الطول ده يبقى قد الطول ده، يبقى الافقي برضه 160. المسقط الافقي 70، والطول ده تملي بيلف كده بيروح الناحيه الثانيه بنفس الطول اللي هو كده 70، وال60 دي ماشيه معايا. تمام كده؟ طيب انا عندي الثلاث مستطيلات دول اعتبرها فزوره حاول تحلها. اللوحه بتاعت الرسمه او الورقه بتاعت الرسم اللي هي زي دي كده بالظبط اللي انا هرسم فيها، لما جيت قست المسافه من الخط ده لغايه الخط ده لقيتها 350 مللي، وقست المسافه من هنا لهنا لقيتها 210 مللي. تمام؟ يبقى الحته الفاضيه اللي انا هرسم فيها الثلاث مستطيلات هنا 350 في 210. انا عاوز احط المستطيل ده اللي هو هنا ده بتاع المسقط الرأسي في الحته دي كده بابعاده دي
اللي هو 160 في الطول بتاعه 60، تحتيه على طول المسقط الافقي اللي هو برضه 160 في 70، جنبيه هنا على طول المسقط الجنبي اللي هو 70 في 60. عاوز احطهم هنا اهو، بس المسافه اللي هي من هنا لهنا تبقى قد من هنا لهنا قد من هنا لهنا، يعني المسافه دي قد دي قد دي. واعمل حسابي برضه المسافه من فوق من هنا تبقى قد المسافه دي، تبقى قد المسافه اللي تحت. هو ده تقسيم اللوحه، يعني المسافه دي قد دي قد دي. معاك طول اللوحه كله من البرواز ده كام؟ لا سمعني صوت. 350. والمسافه من اللوح ده من هنا لهنا كام؟ انا عاوز ارسم بالنسبه للمسافه دي اللي هي 350، عاوز احط ال 160 هنا وجنبيها ال 70. تفتكر المسافه اللي هنا واللي هنا تبقى كام؟ فالصوره تعرف تحلها؟ تاني اقعد. انا عندي فزوره اهي، عمليه حسابيه سهله جدا، 3 مستطيلات احطهم في الحته اللي فاضيه دي. تفتكر المسافه اللي هنا عاوزها تبقى قد دي تبقى قد دي كام بنتيجه المسافات الموجوده دي؟ حد يعرف؟ شغل مخك شويه، دي فزوره عليا كان واحد بيديك فزوره. ها 120 عملت ايه؟ الايه؟ انت تجيب انهي مسافه الاول؟ اللي هي ما بين المسقط الجنبي والراسي ولا الراسي والافقي؟ حلو جدا. احسب بقى معاك، احسب ايه؟ حسبت ال 60 و60. ال 60 فين؟ فين ال 60؟ تعالى تشاور لي عليها. عايز اشاور عليها. ها؟ دي؟ هي دي منين لفين؟ ده الطول ده. انت بتجمع المسافات اللي كده بقى اللي هي تبقى كام؟ ال 70 ومين؟ 160. حلو. 70 و 160 كام؟ يبقى 230. 230 صح كده؟ بعد كده هتعمل ايه؟ 230 هنقسم ال 350. حلو جدا. تطلع عندك كام؟ 120. 120. ال 120 دي حته واحده اللي هم ال3 مسافات مع بعض. انا عايز بقى كل واحده لوحدها هنعمل فيها ايه؟ هنقسم ال 120 على 3. ماشي. هتبقى هنا كام؟ 40، هنا 40، هنا 40. تمام كده؟ طيب انا عايز اجيب بقى المسافه ما بين المسقط الراسي والمسقط الافقي. 22. انا كده هعمل الاول، عايز اجيب الفرق بين المسقط الراسي والمسقط الافقي. المسافه دي كام؟ 60. ودي كام؟ 70. 60 و70 كام؟ 130. 130. انا بطرحها من 220 اتفضل كام؟ 90. 90. ال 90 بقى سهله ان انا اقسمها على الثلاثه، هتبقى دي 30 دي 30 دي 30. ده اسمه تقسيم اللوحه. طب انت لو اتلخفنت في تقسيم اللوحه، يعني انا مثلا مش عارف اقسم اللوحه، اتلخفنت لاي سبب، لاي سبب انا اتلخفنت مش عارف انا اجمع ايه ولا اطرح ايه، تعمل ايه؟ ال3 مستطيلات بتوعك اللي انت هتحطهم هنا كمسقط راسي ومسقط افقي، اخلي بالي اني ما احطهمش مثلا لوحه زي دي تقوم انت كلهم حاططهم في حته واحده كده صغيره، واخد بالك؟ لا، نظم بقى اللوحه بعينك، اللي انت حط دي كده ووسع دي كده شويه ووسع دي شويه. اهم حاجه في الموضوع ان لما اجي احط ال3 مساقط دول يتحطوا بشكل متناسق الى حد ما. واهم حاجه برضو ان المستطيل ده يبقى ماشي مع المستطيل ده، والمستطيل اللي هنا ده ماشي مع المستطيل ده. ده مهم جدا. يعني انا ممكن احط ال3 مستطيلات بعنايه كده من غير ما اقسم اللوحه، ممكن ده لو انت ما عرفتش تقسم اللوحه. وتقوم واخد بالك ان المسقط الراسي والمسقط الجنبي ده لازم يبقى هما الاثنين كده على خط واحد، والطول بتاعهم برضه على خط واحد. المسقط الافقي يبعد شويه بالشكل ده، المسقط الراسي اخره هنا اهو مثلا، لازم يكون اخر المسقط الراسي ده ماشي مع الافقي، والنهايه بتاعته هنا اللي هي المسقط الراسي ده يكون لازم يكون ماشي مع مين؟ مع الافقي. هبدا هنا بدايه الجنبي واخد المسافه بتاعتي واعمل الايه؟ اخر المسقط الجنبي. المفروض ان انا اقسم ال3 مستطيلات بالتوازي ده، لازم يكون دي ماشيه مع بعض ودي ماشيه مع بعض.
ما ينفعش ابدا المسقط ده ما يكونش تحت ده ولا ده يكون في جوه ده. قوم ماسح الثلاث مستطيلات كده، الزيادات بتاع الثلاث مستطيلات. بقى في عندي 3 مستطيلات فاضيه المفروض ابدا ارسم فيها المسقطين دول. لما يكون عندي مسقطين كده وعايزك تستنتج الثالث، والامتحان كان جاي سؤال واحد بس، لو انت عرفت تنقل المسقطين دول زي ما هم في ورقه الاجابه بس من غير ما تجيب المسقط الثالث، انت نجحت في الامتحان.